وليعلم أن الإنسان إذا ترك الصلاة ثم عقد له على امرأة فإن النكاح غير صحيح، ولو جامعها فإنه يجامعها بزنا والعياذ بالله. وكذلك لو عقد له وهو يصلي ثم ترك الصلاة انفسخ النكاح، ووجب أن يفرق بينه وبين المرأة إلا أن يتوب ويعود للإسلام فيبقى على نكاحه. وليعلم أيضا أن تارك الصلاة إذا مات على ترك الصلاة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولكن كيف نصنع به؟ هل نبقي جيفته للكلاب تأكلها ونحن نشاهد؟ لا، لأن هذا كسر لقلوب أقاربه، لكن نخرج به برا في البر ونحفر له حفرة، ما هو قبر، ليس قبرا، حفرة، ونرمسه فيها بثيابه بدون تكفين ولا تأصيل ولا صلاة عليه ولا كرامة له. ولولا أن أهله يتأثرون لقلنا يبقى على وجه الأرض تأكله الكلاب والناس ينظرون إليه، لكنه يرمس اتقاء لنتنه ورائحته وخبثه. وإذا كان يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رؤساء الكفر والعياذ بالله، ما يحشر مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يحشر مع هؤلاء.